قعدت ادور كتير عشان اشغل العاب بالبلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 على الموبايل، ولكن كانت واجهتني صعوبات كتيره. تعال اقول لك يا صديقي ازاي تقدر تشغل زي ما انت شايف قدامك كده. مشغل فيفا 2023 واف سي برضه كنت هشغلها 2026، ولكن اختصرت الوقت، وكمان ريد ديد ريديميشن نسخه البلاي ستيشن على الموبايل. هتقول لي ما هو احنا محتاجين موبايل معالج قوي وموبايل قوي. مش محتاج اي موبايل قوي ولا مساحه قويه، لان انت باختصار يا صديقي مش هخليك تنزل اللعبه، انت هتلعبها على المحاكي اللي انا هقول لك عليه، وبطريقه سهله وبسيطه، وهيدعم ان شاء الله جميع الموبايلات. طبعا يا صديقي انا واجهتني حرفيا مشاكل كتير زي ما انا قلت لك في البدايه علشان اشغل العاب البلاي ستيشن 4 على الموبايل، ولكن الموضوع ما كانش سهل خالص علشان انا جربت بدل المحاكي واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ولكن للاسف اغلبه ما نفعش. اللي محتاج يا معلم حساب بلاي ستيشن، واللي محتاج يا معلم حساب بيكون عندك على الستيم مش عارف حساب والكلام ده، وكل ده بصراحه ما كانش معايا ولا نفع معايا. اي نعم انا عندي البلاي ستيشن، ولكن انا تقريبا كده ندمت بعد ما جبت البلاي ستيشن. اما انا اقدر اشغل الالعاب على الموبايل، ليه اللي خليني اشتري بلاي ستيشن برقم عالي والكلام ده؟ اعمل لايك، اشترك في القناه، صلي على النبي في كومنت، وتابع معايا، لان انا ان شاء الله هكسب من الكومنتات شخص كل فيديو دراع بلاي ستيشن ان شاء الله من الدراع اللي انت شايفها قدامك دي مجانا. لايك وتابع معايا الفيديو للنهايه. بص يا صديقي عشان اكون صريح معاك وما اكدبش عليك، في محاكيات كتير، وهتلاقي فيديوهات كتير بتتكلم عن محاكيات كتير، وبرضه في محاكي برضه شغال على فكره، وكذا محاكي شغالين، ولكن للاسف بيحتاج منك معالج قوي، ثانيا ان انت تنزل اللعبه على الموبايل، ثالثا ان انت مثلا يعني بص مش هتعرف تلعب بسهوله بصراحه، ولكن المعالج القوي ممكن يكون موجود. طيب المساحه، لان اقل لعبه هتلاقيها ممكن تلاقيها 100 جيجا، مثلا زي اف سي 23 نسخه البلاي ستيشن، زي اف سي 26، اف سي 24، جي تي اي، مثلا ريد ديد، سبايدر مان، اي لعبه انت متخيلها تقدر تلعبها. انا عملت تجارب كتير، ولكن بص حرفيا لقيت برنامج من اسهل البرامج اللي انت ممكن تلعب عليه الريدد او اي لعبه بلاي ستيشن حرفيا. هو بس هتلاقي صعوبه صغيره في حاجه واحده فقط. في ايه يا ازهرو؟ بص يا صديقي، مبدئيا كده احنا لما بنيجي نلعب اي لعبه على الموبايل بيبقى عندنا طبعا يعني مثلا زرار التحكم او كده او الكلام ده. فايه اللي بيسهل الالعاب دي على البلاي ستيشن؟ ان احنا يا معلم بيبقى معانا دراع. طبعا الدراع بتبقى ماسكه في ايدك، فانت متحكم فيه مثلا في الاكس، المربع، في الدايره، في الانالوج بتاع الهزاز، كل ده انت بتبقى متحكم فيه. ولكن على الموبايل بيختلف الموضوع شويه، ان انت بتحتاج تتعود، وده طريقه سهله وحاجه سهله جدا. زي ما انت شايف قدامك كده انا لعبت ريد ديد يا صديقي، والله يا جدعان ما كانت بتقطع. اي نعم انا النت عشان كنت بنزل العاب على البلاي ستيشن، وزي ما انت شايف قدامك كده البنج 300، ومع ذلك اللعبه عادي جدا. لازم تكون متصل بالنت عشان تقدر تلعب الالعاب دي. طيب يا ازهر، هو احنا نقدر نلعب الالعاب دي اونلاين زي اف سي مثلا، زي اي لعبه زي ريد ديد، زي اي لعبه موجوده؟ لا يا صديقي، هو انا بصراحه ما جربتش النقطه دي، ان انا مثلا العب اللعبه اونلاين او الكلام ده. انا كل اللي جربته ان انا نزلت او من البرنامج شغلته بطريقه سهله وبسيطه، وحرفيا والله ما خد مني هو خد مني وقت على ما لقيت الطريقه او على ما لقيت الابليكيشن، ولكن ما خدش مني وقت في طريقه تشغيله. لان انت صديقي هتلاقي حرفيا محاكيات كتير، وهتلاقي محاكي صيني، ومحاكي على فكره في كذا محاكي صيني ماشي، هتلاقي شرح كتير عنه على اليوتيوب، ولكن للاسف اغلب المحاكيات دي بتديك وقت معين. يعني ايه وقت معين؟ يعني انت تقدر تلعب اللعبه او تلعب النهارده لمده ساعه فقط، او نص ساعه فقط، او 25 دقيقه فقط. وبرضه في محاكيات بتحتاج منك ويشات، حساب ويشات. اي نعم المحاكي اللي انا جايبه لك دي محتاج منك حاجه برضه، ولكن بسيطه وسهله، وهقول لك عليها في الفيديو ده، وهتقدر تعملها بكل سهوله ان شاء الله. عملت لايك، تابع بقى معايا الفيديو للنهايه. مبدئيا كده صديقي هسيب لك المحاكي اللي انا هتكلم عنه ده في الكومنت المثبته. طيب دلوقتي يا ازارو، هل المحاكي ده عشان بص يا جدعان، انا ما بحبش انزل فيديو الا لما اكون متاكد منه مليون في الميه واكون جربته، لان انا بصراحه والله حرفيا الفيديو ده انا بعمل فيه بقالي حوالي اسبوع عشان بس اجيب لك محاكي يشغل لك الالعاب بطريقه سلسه. دي اهم حاجه بالنسبه لي. انا ممكن اجيب لك محاكي يشغل لك اي لعبه عادي على فكره، بس المشكله ان انت تلاقي اللعبه بتهنج اللعبه واللعبه، ومش هتعرف تلعب اصلا.
تمام، يعني مش هتعرف تلعب اساسا. وزي ما انت شايف قدامك كده وانا بلعب فيفا، اي نعم انا مش عارف العب لان انا كنت حاطط الموبايل بتاع التصوير ومش شايف حلو، فاهم؟ فكنت يعني انا كنت بجرب لكم فقط، ولكن طبعا انا استمتعت جدا باللعب بعد كده والله. في اف سي 23 24 وكمان 26 لعبت الثلاثه وجربتهم شغالين 100%، وهتقدر تلعبهم. لينك البرنامج اللي انا هتكلم عليه في الكومنت المثبت، ولكن لازم تسمع معايا الشرح للنهايه علشان يا صديقي تقدر تستفيد من الشرح ده. طيب دلوقتي البرنامج اول ما ننزله في حاجه احنا فقط محتاجينها، تمام؟ في حاجه محتاجينها، سايب لك برده جروب التليجرام بتاعنا اللي هنزل لك برده في لينك البرنامج، عشان لو ما عرفتش تفتحه من الكومنت المثبت هسيبه لك في الكومنت المثبت ان شاء الله صديقي. وانت خش على التليجرام هتلاقي في حاجات كده لازم تفاصيل تسمع معايا الفيديو للنهايه، عشان ايه؟ معلش انا طولت عليكم، ولكن برده انا بشرح لك بقول لك ان البرنامج سلس وبسيط وتجارب وكل حاجه علشان ما اديكش اي حاجه وخلاص. طيب انا قلت زي ما قلت لك جربت بدل محاكي واحد واثنين وثلاثه واربعه، وكل المحاكيات اللي قدامك دي في الصوره انا جربتها حرفيا، ولكن للاسف الشديد المحاكيات دي كلها ما نفعتش معايا، كلها محاكيات كاذبه. يعني ما تروحش تنزل اي محاكي من على التليجرام او اي محاكي من اي حته، لان كل دي محاكيات كاذبه يا صديقي. طيب دلوقتي ايه المحاكي اللي احنا بنتكلم عنه يا زار؟ بص يا صديقي، المحاكي ده سايبه لك زي ما قلت لك في الكومنت المثبت، هتنزله وهتفتح المحاكي زي ما انت شايف قدامك كده. المحاكي ده بيتطلب منك حاجتين. الحاجة الأولى هو محاكي صيني، ولكن مش زي المحاكي التاني، ده محاكي تاني يا صديقي خالص مختلف عن، لأن في محاكيين صينيين نزل من الكومنت المثبت، لأن في اتنين الأول ما بقاش شغال خلاص، لأن أنا جربته وما بقاش شغال، اسمه سري حاجة كده، تمام؟ وده برضه يا صديقي زي ما أنت شايف قدامك كده، أول ما بتفتحه هو واجهته صيني. يا عم صيني واحنا بنفهم صيني جايب لنا؟ لا يا صديقي انت مش هتعمل اي حاجه، والله ما هتعمل اي حاجه. انت كل المطلوب منك يا معلم ان انت هتفتح المحاكي. طيب وبعد ما فتحت المحاكي مطلوب منك ان انت تخش على جوجل بلاي، او انت ايفون هتخش على الاب ستور وتنزل وي شات، برنامج اسمه وي شات. طبعا يا صديقي البرنامج اللي انت شايفه قدامك ده انت نزله، انا مش هسيب لك اللينك. طيب بعد ما نزله هتعمل حساب عليه عادي جدا برقمك وكده هيوصل لك كود، تكتب الكود خلاص كده عملت حساب. طب بعد ما اعمل حساب هتبدا ترجع على برنامج يا صديقي اللي هو المحاكي. طيب برنامج المحاكي ده محتاج ان انت تسجل بالويشات، لانه يعني بص هو ما بيسجلش الا بالويشات، تمام؟ برنامج الويشات اللي انت قلت لك عليه. طبعا لو انت ما عرفتش تسجل او تعمل حساب على الويشات ابحث على اليوتيوب هتلاقي مليون شرح حرفيا للبرنامج ده. طيب لو انت بقى ما عرفتش تسجل على الويشات زي ما قلت لك كلمني في التليجرام وانا هخليك تسجل بكل سهوله حرفيا، تمام؟ ولكن يا صديقي انا عايزك يعني تعملها بنفسك، لان هي سهله جدا اصلا، انت هتسجل عادي جدا وخلاص. ترجع على البرنامج تضغط هنا مكان ما انا حاطط صباعي زي ما انت شايف قدامك كده، هتبدا تجيب لك يا معلم صفحه تسجيل الدخول بالويشات، هتسجل عادي جدا. هتعمل طالما عملت الحساب يا معلم خلاص على نفس الموبايل هيوجهك على الويشات تدوس قبول وهيسجل عادي جدا. طيب دي اول خطوه، خلاص كده خلصنا، احنا عملنا حساب وفتحنا البرنامج وشكرا على كده. انا بس يا صديقي جايب لك البرنامج، ولكن حوار الويشات وكل ده سهل، انا قلت لك لو تعمل حساب هتخش تسجل بقى على البرنامج، مش مستاهل يا جدعان والله، ما مستاهل اي حاجه ومش مستاهل تفكير اصلا، تمام؟ بعد ما اعمل حساب الويشات هعمل ايه؟ بص يا صديقي دلوقتي انت هتدخل على اي لعبه، يعني احنا عندنا حرفيا العاب كتير زي ما انت شايف قدامك كده، وعندنا مثلا ريد ديد ريدميشن 2، وعندنا جي تي، وكمان يا صديقي عندنا اف سي 26، وعندنا اف سي او فيفا 23، وطبعا يا صاحبي عندنا العاب كتير. وليكن مثلا انت دخلت اي لعبه، طيب هيطلب مني ايه؟ يعني انا لما ادخل لعبه هيخش على طول ولا في حاجه في خازوق؟ بص يا صديقي مفيش خازوق ولا حاجه، هتلاقيني سايب لك بي دي اف ماشي في جروب التليجرام، هيطلب منك بس هويه صينيه اسم ورقم، هتلاقي خانتين، انا مش لازم اجيبهم لك لان انا للاسف سجلت ومش هقدر اسجل تاني بصراحه، يعني انا سجلت للبرنامج مش هسجل خروج واسجل تاني، ماشي؟ هيجيب لك خانتين فقط. الخانه الاولى اللي فوق يا صديقي هتكتب فيها الاسم زي ما انت شايف قدامك كده، هجيبه لك على الشاشه مثلا على جنب، هتكتب الاسم، والخانه التانية اللي تحتيها تكتب رقم وتدوس قبول، هيقبل معاك الهويه وتدخل اللعبه عادي جدا مفيش اي مشاكل. شكرا على كده. هل انا محتاج اعمل في كل مره حوار هويه في كل لعبه؟ لا يا صديقي، هي مره واحده تسجيل بالوشات، مره واحده الهويه الصينيه، جايب لك جميع هويات الصينيه حرفيا كلهم شغالين، هتلاقيهم في الكومنت المثبت برضه يا صديقي في جروب التليجرام او في الرابط اللي في الكومنت المثبت ان شاء الله. طبعا المحاكي شغال 100%، انا عايزك تجرب المحاكي وتدعي لي وتيجي تقول لي يا صديقي ان المحاكي شغال وعن تجربه. انا عايز بس يا جدعان
يعني اللي جرب المحاكي يكون صادق كده مع الناس ويقول للناس انا جربت. بالله عليك بالله عليك ما تعمل كومنت وانت لسه ما جربتش المحاكي. طيب لو ما هتلاقي المحاكي في كل حاجه في جروب التليجرام ماشي، انا عايزك تجرب الاول وبعدين تحكم. ما تجيش تكتب لي كومنت ان انا والمحاكي ومش المحاكي وانت اصلا ما جربتوش. تمام، لا انا عايزك تجرب وتفتح اللعبه وتشغلها، وبعد كده صديقي تيجي تقول لي هل اللعبه اشتغلت معاك. والخطوه الجايه ان شاء الله مش هخليك تلعب بزراير التحكم اللي على الموبايل على المحاكي، ده انا هخليك تلعب بدراع البلاي ستيشن يا صديقي ان شاء الله. هعمل له تعديل انا شخصيا، احنا شغالين على البرنامج وهنعمل له تطوير وتعديل ان شاء الله. واكيد لي طريقه يعني ان احنا نوصل دراع البلاي ستيشن 4 بالمحاكي ونلعب الالعاب عن طريق على الموبايل بالدراع. خلاص كده محدش هيشتري بلاي ستيشن 4 تاني. يا صديقي لو وصلت لغايه الفيديو اتمنى تعمل لايك اشترك في القناه بعد شرح الكل. انتظر مني كل جديد، تجربه جميع الالعاب سواء على الموبايل والبلاي ستيشن، والالعاب اللي هجربها على البلاي ستيشن اقول لك ازاي تلعبها على الموبايل.